معانا كابتن مهاب حسام، منتخب 94 بتستعد للمباريات ان شاء الله في كاس العالم. عايزك تكلمنا عن استعدادات المنتخب. والله احنا بقالنا مثلا شهر ونص دلوقتي بنتجمع كل يوم، سبت حد اتنين. بنيجي اللعيبه كلها كان عندها امتحانات ومش عارف ايه، بنتمرن عشان استعداد كاس عالم، وان شاء الله هيبقى عندنا دوره وديه في قطر، بنلعب قطر والمجر وتونس تقريبا. وهنلعب في الدرجه الاولى الدوري اللي تحت، اخر سبعه اللي هم الدوري اللي تحت، هنلعب معاهم. يعني هتبقى شايف ان احتكاكات قويه. الاحتكاكات كده قويه ولا محتاجين بيطلعوا بره؟ اكيد محتاجين نطلع بقى، بس فاهم هتبقى قبل البطوله مثلا بشهر شهرين. يعني ان شاء الله الاتحاد هيطلع لنا سفريه ان شاء الله، ممكن نسافر المجر قبلها باربع خمس ايام. يعني ربنا يسهل ان شاء الله. محمد محسن احد نجوم الفريق. محمد، شايف حاسس ان منتخب مصر 94 قادر ان هو يحقق نتيجه كويسه؟ اه ان شاء الله طبعا، يعني وسط الاعداد يعني الحمد لله احنا بادئين كويس. يعني الحمد لله كابتن محمد عادل يعني بيطمنا دايما مستويات في كاس عالم، منتخبات كلها قريبه من بعض، فاكيد عندنا فرصه كويسه ان احنا نحقق ميداليه في كاس عالم ان شاء الله يعني. شايف ان المعسكرات اسبوعيا كل 3 ايام، اي نعم مأثره على امتحاناتكم ولا حاجه، بس شايف ان هي هتقدر تعدكم ان شاء الله لاحتلال مركز كويس؟ هو اكيد ان شاء الله ان هي هتعدينا كويس، بس يعني المعسكرات دلوقتي تعتبر قليله شويه او مش قليله الايام، يعني سبت وحد واثنين كاعداد كاس عالم يعتبر ايام قليله، واكيد الكوتش مراعي ان اللعيبه عندها امتحانات وجامعه ومدارس وكده، فاكيد ان شاء الله يعني اول ما اللعيبه تبتدي تخلص هنبتدي نفوق بقى للمعسكرات بتاعتنا. المعسكر هيبقى مدته اطول شويه، اكيد ده هيدخلنا واحده واحده في جو ان احنا نبتدي نركز لكاس عالم يعني. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق جميعا، وان شاء الله احنا مستمرين معاكم في التغطيه للمعسكر ان شاء الله. ان شاء الله. رائع منكم يعني، شكرا جزيلا.